هاي شباب، ازيكم عاملين ايه؟ انا باشمهندس محمد، ودلوقتي معانا سم داتا على الباور بي اي، وعايزين نعمل داشبورد او تحليل مالي سريعا كده للسي او. تخيل ان السي او اللي عندك في الشركه داخل اجتماع كمان نص ساعه وانت معاك الداتا، فانت محتاج تظهر له النقط الضعف اللي عنده خلال الاسبوع اللي فات او خلال الشهر اللي فات، عشان هو في الاجتماع يناقشها مع المدراء التنفيذيين والناس دي. فاحنا معانا الداتا بالشكل ده كده. يعني لو بصينا على التيبل فيو هنا، احنا معانا عندي اول حاجه الاوردر ديت، يعني انت في تاريخ للطلب وفي الشيب ديت. انت من الحته دي جت في دماغي فكره ان احنا نحسب الايام ما بين الاوردر لحد الشيب. الاوردر عامه يعني إيه؟ انا دخلت على الموبايل، طلبت الطلب اونلاين مثلا، فضل كام يوم لحد ما جالي او لحد ما وصل لي. تمام. فاحنا في الحته دي عايزين نحسب فرق الايام ده، وهل هو بيأثر على مبيعاتنا هنا في الريفينيو ولا لا، وهل هو بيأثر على البروفيت ولا لا. احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نحسب الشيب والاوردر، فرق الايام ما بينهم. فانت تاخد بالك من حاجه معايا. لو عايزين نحسب حاجه زي كده، فاحنا لازم نعمل calculated column او new column كده. فتخش تعمل من التيبل فيو، هتخش تعمل calculated column، وهتسمي الكالكوليتد كولوم ده هتسميه مثلا الدايز. تمام. ديفرنس. فانت هتستدعي الامر dated if. ازاي dated if؟ بص يا باشا، هتكتب dated كده، اي دي اي اف اف، اهو هو ده الامر ده، dated if. وبعدين هو بيطلب منك ايه؟ date 1، يعني التاريخ الاول. التاريخ الاول انا عايز اطرح مين من مين. ركز، انا عايز اطرح الشيب ديت من الاوردر. فانت بس استدعي الشيب ديت، اكتب كده شيب، هو الشيب ديت، سيل تاب شيب ديت. هتعمل فاصله، ما تطرحش حاجه. خلاص، اقول لك الديت 2. ايه هو الديت 2؟ والله انا يا باشا عايز الاوردر، والله انا عايز الاوردر دي. تمام كده. وبعدين بقول لك الانترفال. الانترفال ايه؟ الانترفال ده اللي هو بص احسب لي الايام بس. شهور زي بعض والسنه زي بعض، بس في فرق ايام. تمام، فانت طلع لي بقى فرق الايام ده. فهتقول له كده. تمام. هو هنا جه اهو هنا اهو، هيحسب لك بقى فرق الايام. فهنا طلع لك -5 وسالب 5 وسالب 5 وسالب 5. طلع لك الايام بالسالب. طب ليه؟ بص احنا غلطنا غلطه، اللي هو احنا خلينا الشيب ديت هو الاول. لا، انا عايز الاوردر ديت هو اللي يكون الاول. فتمام، فانت خلي ده بس، يعني بالشكل ده كده. قول له يا باشا انا عايز ده بس، الاوردر ديت هو ده الاوردر ديت. فانت اكتب كده اوردر ديت. احنا بنتعرض لحاجات وبنحاول نحلها مع بعض. خلاص، انا بتعلم وانت بتتعلم. فلما جينا ظبطناها بالشكل ده كده ودوسنا انتر، هو هيعدل هنا تلقائيا من ذات نفسه. فهيخلي دي 5 و5 وكده، والايام كلها ايه؟ دايما هتبقى بالموجب. خلاص، فاحنا ظهر عندنا ان في 3 ايام وده احسن مدة، وفي 7 ايام وديت اسوأ مدة. فشباب زي ما انتم شايفين كده، احنا عملنا الدي ديفرنس. دلوقتي احنا عايزين نعمل التحليل المالي. احنا عايزين نعرف الكاتيجوري مع السب كاتيجوري بالبروفيت. انا دلوقتي اللي يهمني البروفيت. خلاص، فانا هرجع كده، هقول ايه؟ عايز اعمل حركه حلوه، اللي هو ايه؟ اخش على الانسيرت هنا، وبعدين عايز ديكومبوزيشن تري. هختار الديكومبوزيشن تري بحيث ان انا هنا هحط البروفيت، وهحط الكاتيجوري، وبعدين من الكاتيجوري تتفرع السب كاتيجوري. ازاي؟ ركز معايا. لو جيت انا حطيت اول حاجه البروفيت، فانا عايز احسب البروفيت، فهو سم بروفيت. خلاص تمام. وبعد كده انا عايز احط الكاتيجوري والسب كاتيجوري. فهنا السب كاتيجوري اهو، والكاتيجوري اهو. الكاتيجوري تمام، والسب كاتيجوري بالشكل ده كده. تمام. فهنضيف هنا كده، نحط هاي فاليو
بدأ يظبطها، فهو حط ايه على طول، هو حط الكاتيجوري. فالكاتيجوري عندي فرنتشر اساس والكترونكس واوفيس سبلاي هاي فاليو برضه. فهنا الفرنتشر كان بوك كيسز وبيدز وديسك ومش عارف ايه، فانت تيجي سيلكت هنا برضه، يعني مثلا دي كده، فهو جال الالكترونكس لابتوب برينترز كاميرا ومش عارف ايه، الاوفيس سبلاي لابتوب نوت بوك بيبر، حاجات من دي. تمام. بس دي يعني ليه الكبر في الحجم ده؟ يعني مثلا نخلي كده بالشكل ده كده، لان احنا برضه عايزين حاجات تانية تظهر. خلاص تمام، يعني كده مثلا. ومش هخلي ده sum of profit مثلا، هلغي الاسم من هنا كده، هخليه مثلا profit بس. حلو حلو الكلام. ادي profit، وادي الكاتيجوري وادي السب كاتيجوري. تمام. تمام كده يا شباب، بص اهو ادي كده. حلو حلو. كده اظهر كل واحده بالسم اوف بروفيت بتاعتها. يعني احنا عندنا مثلا هنا التوتال بروفيت 1200، فالاوفيس سبلاي كان عامل 63 من البروفيت دي كلها. حلو. طب لو احنا مثلا عايزين نغير دي، فانا مثلا لو شلت البروفيت كده وحطيت مكانها ايه، حطيت مكانها الريفيو، هتحسب الدنيا. فالريفينيو عندي 62830، وادي كل حاجه اتظبطت على الريفينيو. برضو الفرنتشر عامل اعلى ريفينيو، خلاص، لانه هو اللي عامل برضو اعلى بروفيت. فتمام. فانت تسيبها بالريفينيو، تسيبها بالبروفيت، دي حاجه يعني انت في كلا الحالتين هتظهر برضو البروفيت او هتظهر الريفينيو بشكل تاني. بعد ما عملنا الديكومبوزيشن تري، احنا عايزين نعمل نظهر البروفيت، وانا حققت بروفيت في عالي في ايه وبروفيت واطي في ايه، ايه اللي حقق لي اعلى بروفيت وايه اللي حقق لي اوطى بروفيت. فانا هاجي هنا مثلا وهقول له الكولوم شارت كده بالشكل ده مثلا، كولوم شارت، فاقول له سيلكت البروفيت مع السب كاتيجوري. فالسب كاتيجوري زي ما انت شايف كتير، وانا اللي يهمني ايه، اللي اقل مين اللي حقق اكتر ومين اللي حقق اقل. خلاص. وانا لسه سيلكت الكولم ده، فاقول له هنا هات لي يا باشا هختار حاجه اسمها من الفلتر تايب، هختار توب ان. توب ان هيجيب لي مثلا انا عايز ايه، اول خمسه مثلا، اقول له انا عايز اول خمسه. طب اول خمسه من حيث ايه، هتحط الداتا فيلد هنا اللي هو هتحط لي بروفيت. حلو الكلام. فانت تعمل ابلاي فلتر، فهو هنا جاب لي ايه، اعلى خمسه من حيث المبيعات. حلو. فانت هنا هتقول له يا باشا ان دول اعلى خمسه عندك من حيث البروفيت، من حيث البروفيت اسف. حلو الكلام. طيب نخليها مثلا صغيره كده بالشكل ده كده. حلو. تمام. وبرضه في نفس الوقت انا برضه عايز قولهم كده بالشكل ده، وهتقول له ايه برضه البروفيت يا عم الريس، وبرضه السب كاتيجوري. بس انا بقى عايز ايه، مش عايز التوب. خلاص. انا مش عايز التوب ان، انا مش عايز التوب ان، انت البوتtom ان. انا عايز بقى ايه، هات لي اقل خمسة. تمام. او اقل اربعة بالشكل ده كده. برضو من حيث ايه، من حيث الداتا فيلدز بالشكل ده وابلاي فلتر. فهو هنا جاب لي اقل اربعة وحققوا بروفيت قد ايه. في حاجة احنا كنا حسبناها في الداتا، لازم ارجع تاني للداتا كده وابص الدي ديفرنس دي، انا عايز برضه ايه، اثرت ازاي على المبيعات، على الريفينيو هنا. تمام. خلاص. فانا لو جيت قلت مثلا ان انا عايز ده خليه دونت سمرايز، يعني مش تعمل لي ده كانه صم. ليه بقى؟ عشان انا عايز اعرف كل يوم على حده. وهرجع تاني هنا للداتا دي واقول له هات لي يعني البار ده. خلاص. وهجيبه هنا كده واكبر بس الشكل عشان الناس تبقى ايه، شايفه. الناس شايفه كده. واقول له في البار ده يا باشا انت عايز الدي ديفرنس كده. خلاص. وعايز الريفينيو كده. حلو اهو. بص بقى بالشكل اللي انا عايز اوصل له ده، ان انا لما الدي فرق الايام 3، خلاص، انا حققت ريفينيو بكذا. ولما فرق الايام كان 5، انا حققت ريفينيو بكذا. فده يظهر لي ايه او يفهمني ايه، انت بتبيع دايما
بتبيع دايما لما يكون عندك فرق ايام كبير، فانت محتاج ان انت تقلل فرق الايام ده. احنا بالشكل ده كده، وطبعا انت مع نفسك يا باشا رتب شرطتك كده بالشكل ده كده. طيب هرجع تاني وابص على الداتا دي، عايز اشوف الريجن بالمبيعات بتاعتها، خلاص، وبالبروفيت، بالستيت بالريجن، ستيت بالريجن. هل هنا هو رابط لي الستيت بالريجن؟ احنا هنيجي نشوف. فانا لو جيت قلت له مثلا كده هات لي مثلا كده كولم كده شارت، واقول له الريجن والستيت معاهم الايه، معاهم البروفيت، خلاص. فانا هطلع بالستيت كده عشان اعمل هايلايت، هو رابط لي الستيت بالبروفيت، خلاص تمام بالشكل ده كده تمام. فبالشكل ده كده يا شباب، انت بس محتاج ان انت ترتب الشرطات مع تظبيط الشكل مع مش عارف ايه، وهتطلع معاك تحليل مالي سريعا كده للمبيعات عندك والريفنيو وكل حاجة. واشوفكم في حلقة جاية.